سألته ليلى: يعني أنا يا دكتور لو عملت كده الجراثيم مش هتعرف تسكن جوه سناني وتشتغل فيها وتوجعها؟ رد دكتور السنان وقال: بالظبط كأنك بتقفلي الباب بالمفتاح. الفرشة والمعجون هما المفتاح اللي بنقفل بيه على سناننا عشان الجراثيم ما تعرفش تدخل. رجعت ليلى البيت وقررت تغسل ايديها بالصابون وهي بتغني، وكمان تنظف سنانها بفرشتها الحمراء اللي بتحبها. طب وزوزو كانت بتجري وهي بتزعق وتقول: المية والصابون جايين، اجروا بسرعة، وفرشة السنان بتطردنا، خلاص مش هنعرف نشتغل هنا تاني. ومن يومها ليلى بقت بطلة النظافة. كل يوم الصبح تصحى تغسل سنانها، وقبل الأكل وبعد اللعب تغسل ايديها بالصابونة، وقبل النوم تغسل تاني ايديها واسنانها. وزوزو يا ترى راحت فين؟ زوزو راحت تدور على مكان تاني، على ايدين تانية يكون مطرحها اكل او سنان فيها حتة شوكولاتة مستخبية. بس يا ترى هتلاقي طفل ما بيغسلش سنانه وايده، ولا كل الولاد هيبقوا ابطال زي ليلى ويطردوا الجرثومة ويستخدموا الفرشة والمعجون؟